بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في دورة البي اتش بي. والنهارده ان شاء الله هنتعرف على المتغيرات. اولا، يعني ايه متغيرات؟ هو المتغير او الفيربل بيبقى عبارة عن مكان في الميموري، بيبقى له اسم معين وله قيمة. القيمة دي بتبقى متغيرة على حسب البرنامج، يعني طول وقت تشغيل البرنامج القيمة دي بتبقى متغيرة، مش بتبقى قيمة ثابتة. تمام. بالنسبة للمتغير بيبقى له 3 حاجات أساسيين، زي ما قلنا: قيمة واسم ونوع. نوع اللي هو نوع القيمة المدخلة فيه، لو كان أرقام يبقى أرقام، لو كان نصوص يبقى نصوص، بس بيبقى ليها تصنيف معين كده. يبقى المتغير له قيمة واسم ونوع. النوع اللي هو نوع القيمة، وعن طريق اسم المتغير بتقدر توصل للقيمة. تمام. في حاجة تانية في المتغيرات اللي هي تعريف المتغير والإعلان عن المتغير. الإعلان عن المتغير إنك تحجزه في الذاكرة. الإعلان عن المتغير إنك تحجزه في الذاكرة بس لسه مدخلتش في قيمة. تعريف المتغير إنك تذكر اسم المتغير اللي هو اسم المكان اللي في الذاكرة اللي انت اعلنت عنه قبل كده وتحط له قيمة. هو ده التعريف. يعني الاعلان انك تحجز المتغير في الذاكرة، والتعريف انك تدخل قيمة للمتغير ده في الذاكرة. جميل. يبقى احنا كده عرفنا احنا هنشتغل على ايه. هنعرف ايه؟ هنعرف الاعلان عن المتغير والتعريف عنه. تمام. اعلان المتغير في لغة البي اتش بي بيبقى عن طريق انك تكتب $، بالشكل ده، وبعديه على طول يعني لازق فيه اسم المتغير. طبعا اسم المتغير انت اللي بتختاره، انت اللي بتكتبه، بس بيبقى له شروط. الشروط ان شاء الله هذكرها في الدرس التاني. هكتب مثلا نيم بالشكل ده. انا كده بالشكل ده، وطبعا منساش السيميكولون. بالشكل ده انا اعلنت عن متغير هسميه نيم. يعني كده انا حجزت متغير في الميموري باسم نيم. طب نوعه ايه؟ هنا على عكس كتير من لغات البرمجة، البي اتش بي ما بتحددش نوع المتغير، ما بتحددش نوع القيمة اللي بتدخل فيه اثناء الاعلان. يعني على عكس لغات كتيرة زي السي شارب او سي بلس بلس، في اثناء الاعلان عن المتغير بتذكر نوع. يعني لو هيبقى اعداد صحيحة بتكتب انت واسم المتغير. تمام. ده طبعا في السي شارب، او مثلا لو هتخليه نص تكتب string وبعد كده اسم المتغير. في البي اتش بي ما بتذكرش نوع المتغير، بتحط $، وبتحط الاسم على طول. يبقى كده اتحجز لك، ويبقى المتغير جاهز عشان تدخله اي نوع من انواع القيم. طبعا الانواع دي اللي احنا هنذكرها في الدرس الجاي. ده كده لوحده اعلان عن المتغير. طب التعريف بقى عن المتغير. التعريف عن المتغير تقدر تيجي في السطر اللي بعده وتكتب نيم مثلا وتحط فيه اسمك بالشكل ده، يساوي اللي هو الايكوال اوبريتور او معامل الاساينمنت اوبريتور اللي هو معامل الاسناد، اللي هو بيحط اللي على اليمين على الشمال. طبعا الاوبريتورز دي هتتشرح كلها ان شاء الله. المهم هدف الاوبريتور ده انه بيسند القيمة اللي على اليمين في المتغير اللي على الشمال. يعني اللي على يمينه الاوبريتور ده بيحط اللي على اليمين في اللي على الشمال. ده كده التعريف عن متغير. بس طبعا تعريف عن متغير ده في حالة اذا كنا اعلنا عن متغير مرة قبل كده عن طريق السطر ده. يعني ده يبقى تعريف متغير لو كنا اعلنا عن المتغير ده في سطر قبل كده. طيب لو احنا ما كناش اعلنا عن المتغير ده بالشكل ده، يعني مسحنا ده كده، يبقى احنا كده اختصرنا كل حاجة، خلينا الاعلان والتعريف في نفس السطر. يعني الجزء الاولاني ده اعلان والسطر كله تعريف للمتغير. فاحنا كده اختصرنا الاعلان والتعريف في سطر واحد. الجزء ده اعلان، يعني لما يشوف الانتربريتور
السطر ده هيشوف المتغير نيم هل هو موجود قبل كده في الميموري ولا لا. لو مش موجود هيحجزه، وبعد كده يقوم ساند فيه القيمة دي. يبقى كده عملنا اعلان وتعريف في نفس الوقت. طيب بالنسبة لطباعة المتغيرات، احنا قلنا بنوصل للمتغير عن طريق اسمه، لكن اسمه ومع الاس دولار دي. يعني لو عايزين نطبعه نقول له ايكو اس دولار نيم، اسم المتغير اس دولار نيم. طيب نجرب هيطبع ولا لأ. جهاز تقيل اهو، طبع لنا قيمة المتغير. طبعا تقدر تحطه ما بين الدبل كيوتس، بس انا هشرح الفرق بينهم ان شاء الله في درس منفصل بين الدبل كيوتس والسنجل كيوتس. بس المهم عرفنا دلوقتي الاعلان والتعريف عن المتغير، وعرفنا ازاي تطبع المتغير عن طريق اسمه.